بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة. هنعمل مع بعض الكشري الاسكندراني او كشري العدس، او زي ما ابني الصغير بيقول عليه الرز الاصفر. لما بيطلبوا مني بيقول لي يا ماما اعملين لي رز اصفر. اصفر ليه؟ علشان هو العدس لما بنحط عليه هو بيبقى شايفه رز اصفر، وانا عاملاه النهارده بناء على طلبه هو. يعني هو طالبه مني وانا عاملاه عشان خاطره. هنعمل ايه؟ هنحط كوبايتين من الرز المصري بتاعنا العادي. كوبايتين رز هنحط عليهم كوباية من العدس، يبقى كل كوباية رز بتاخد نص كوباية عدس. انا حطيت كوبايتين رز، حطيت عليهم كوباية من العدس. هاخده، هغسله كويس وهعصره كويس من المية، هنشفه كويس من المية وهنرجع تاني. اهو غسلته وصفيته كويس من المية. على النار هنحط حلة وهنحط فيها شوية من الزيت. الزيت بس هيسخن كده معايا، وهنزل بالعدس والرز مع بعض وهنديهم كده تشويحة في الزيت. عايزة كل حباية رز وحباية عدس تتغلف بالزيت. هنقعد نقلب فيه كده شوية، هنقلبه ونغلفه كده بالزيت شوية. العدس من الحاجات الحلوة جدا وخصوصا في الشتاء. آآ هنزهق وهنمل لو كل شوية هنقعد نعمله شوربة عدس، شوربة عدس، شوربة عدس، بنزهق منه. فإحنا بنغيّر، بنشكِّل، والعدس مع الرز في الوجبة دي بيدّي طعم، بيبقى طعمه حلو. أهو بنقلّبه. هنحط الملح دلوقتي. ضبّطي ملحه بقى. كل كوباية من الرز بتاخد كوباية من المَيّة، وكوباية العدس كوباية، يعني إلا 3، 4 معالق كده، أو ممكن نقول العدس ياخد كوباية إلا ربع من المَيّة مثلًا. يعني أنا حاطة هنا كوبايتين رز وكوباية عدس، حطيت 3 كوبايات إلا ربع من المَيّة. المَيّة دي مغلية. أهو هنقلّبه. مش عارفة أنا القشة والّا الحاجة اللي ظهرت ليّا دي، يعني غلّبتني أوي على أمّا عرفت أطلّعها. مش عارفة جات منين، يعني أنا غاسلاه كويس وشايفاه إن هو كان نضيف. مش عارفة. بُصّوا يعني بقيت عمّالة ألِف وراها في الحلة عشان أطلّعها، بس ما سِبتهاش، طلّعتها. المهم خلصنا منها. هنيجي بقى للرز بتاعنا، للكشري بتاعنا. هنسيبه أهو بيغلي، هنغطّيه ونسيبه لغاية ما ينشف يشرب مَيّته. أهو بقى كده خلاص نشف من مَيّته، بس لسه هنغطّي عليه ونحطه بقى، نهدّي عليه النار خالص. لو عايزة تنقليه على أصغر عين وهدّي عليه النار، كده خلاص استوى معانا أهو. هنغرفه بقى. والله حلو أوي، جرّبوه هتحبوه. اعملي معاه بيض مسلوق، اعملي معاه بتنجان بالدقة، اعملي معاه سلطة، حطّي معاه مخلِّل، يعني حبّشيه كده وضبّطيه. الأكلات دي هي تعتبر أكلات شعبية بتاعتنا كده حلوة وظريفة. حبّشيها وضبّطيها، زوّقيها، قدّميها بطريقة حلوة. أهو أنا عملت معاه بيض مسلوق وقليته. ممكن تقلي البيض في زيت، ممكن تحطيه في سمنة، تقليه في سمنة بلدي زي ما تحبي. أنا قدّمته النهارده مع بتنجان، ومع بتنجان بدقة، قليته بدقة وحطيت معاه سلطة ومخلل والبيض المسلوق وخلاص كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالشير واللايك والسبسكرايب، ويا ريت دعوة حلوة في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.